يا أهلا بيكم. النهاردة بقى هنتكلم في موضوع يهمنا كلنا. إزاي نستخدم ماكينة البنك الأهلي المصري ونبقى خبراء فيها. يعني هنعرف كل حاجة، من سحب الفلوس والإيداع لحد الحركات الجديدة بتاعة المعاملات اللي من غير كارت خالص. يلا بينا. كتير مننا بيجيله القلق ده، خصوصا في الأول. الواحد بيبقى خايف الماكينة هتبلع الكارت، أو يقف محتار قدام الشاشة اللي كلها اختيارات ومش عارف يدوس على إيه بالظبط. بصوا، دي مخاوف طبيعية جدا، والنهاردة هنقضي عليها تماما. والوعد هنا بسيط جدا. بعد ما نخلص الشرح ده، كل واحد فينا هيروح عند أي ماكينة تبع البنك الأهلي وهو قلبه جامد وعارف بالظبط بيعمل إيه خطوة بخطوة، ومن غير ما يحتاج يسأل أي حد عن أي حاجة. تمام، دي الخريطة اللي هنمشي عليها. هنبدأ بالأساسيات خالص زي السحب، وبعدين الإيداع السريع. بعدها بقى حركات المحترفين اللي هي من غير كارت، وفي الآخر هنتكلم في أهم حاجة، أمان الفلوس، وإزاي نحل أي مشكلة ممكن تحصل. يلا بينا نخش في أول نقطة. طيب خلينا نبدأ بأكتر حاجة بنعملها كلنا تقريبا على الماكينة، سحب الفلوس. دي يعني الألف ب بتاعت استخدام الاي تي ام، ولازم نبقى متقنينها كويس قوي. الخطوات سهلة ومباشرة. بندخل الكارت، بنكتب الرقم السري ونختار سحب نقدي، وبعد ما نكتب المبلغ اللي عايزينه في نقطة مهمة قوي بقى. الماكينة بتطلع الفلوس الأول، وده معمول مخصوص عشان محدش يمشي وينسى فلوسه. فأول ما الفلوس تطلع ناخدها على طول، بعدها على طول هيطلع الكارت والإيصال. الترتيب ده مهم جدا عشان نضمن ما ننساش أهم حاجة اللي هي الفلوس طبعا. ودي بقى أهم نصيحة ممكن تتقال في عملية السحب كلها. لازم تبقى عادة عندنا، وإحنا بندخل الرقم السري لازم دايما نغطي الكيبورد بالإيد التانية. الحركة البسيطة دي ممكن تحمي حسابنا من مشاكل كبيرة قوي. خلصنا السحب، نخش على الليفل اللي بعده بقى، الإيداع. وبدل ما نقف في طوابير طويلة جوه فرع البنك، الماكينة بتقدم لنا حل سحري وموجود 24 ساعة. طيب الخطوة دي هي حرفيا مفتاح نجاح الإيداع علشان نتجنب أي مشاكل. قبل ما نحط الفلوس لازم نتأكد إنها مفرودة ومفيهاش أي تانيات، وكمان نشيل أي دبابيس أو لزق. أي حاجة من دي ممكن تخلي الماكينة ترفض الفلوس أو الأسوأ تعدها غلط. وملحوظة مهمة، الماكينة بتاخد لحد 60 ورقة في المرة الواحدة، فنبقى مجهزينهم صح قبل ما نبدأ. هنا بقى الخطوات محتاجة تركيز. بعد ما نحط الفلوس، المكنة هتاخد ثواني تعدها، وبعدين هتظهر المبلغ على الشاشة. اللحظة دي هي أهم لحظة في العملية كلها. لازم نراجع الرقم اللي على الشاشة ونتأكد إن هو بالظبط المبلغ اللي حطيناه. لو في أي فرق، من غير تفكير ندوس إلغاء. لو تمام ندوس تأكيد. الإيصال بقى اللي بيطلع في الآخر ده مش ورقة عادية، ده الدليل الرسمي بتاعنا على الإيداع. لازم نحتفظ بيه لحد ما نتأكد إن الفلوس سمعت في الحساب. وهنا بقى بندخل في الحركات بتاعة المحترفين. يعني لو في مرة نزلنا ونسينا المحفظة كلها، مفيش أي مشكلة، الموبايل بتاعنا هيقوم بالواجب. دي خدمات بتخلينا نتعامل مع الماكينة من غير ما نحتاج للكارت أساساً. طيب، الفرق بين الطريقتين دول، الفرق بسيط جدا، وهو مين اللي بيبدأ الخطوات. في حالة الأهلي فون كاش بنبدأ من الموبايل، بنفتح التطبيق، نطلب رقم سري مؤقت، وبعدين نروح للمكنة ندخل الرقم ده ورقم الموبايل. أما في حالة انستا باي فالعكس، بنبدأ من المكنة نفسها، بنختار الخدمة، ندخل رقم الموبايل والمبلغ، والمكنة هتبعت لنا طلب على تطبيق انستا باي عشان نوافق عليه. كل واحد يشوف ايه الأسهل والأنسب ليه. دلوقتي جينا لأهم جزء في الموضوع كله، الأمان. استخدام الماكينة سهل ومريح، بس لازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي عشان نحمي فلوسنا وحساباتنا. النقط دي مش مجرد نصايح، دي قواعد أمان أساسية لازم نمشي عليها بالحرف. الرقم السري أو الرقم المؤقت ده محدش يعرفه غيرنا أبداً، ومفيش موظف بنك محترم هيسأل عليه. وقبل ما نمشي لازم نتأكد 1000 مرة إننا خدنا الكارت، لأن دي أشهر غلطة الناس بتقع فيها. طيب مهما كنا حريصين وارد تحصل مشكلة. الجزء ده معمول عشان يطمنا ويوضح بهدوء وبساطة إزاي نتصرف لو قابلتنا أي مشكلة من المشاكل المشهورة دي عند الماكينة. الجزء ده هو طوق النجاة لو حصلت أي مشكلة من دون. القاعدة الذهبية بتقول نفضل هادين ونتصل بخدمة العملاء فوراً. لو المكنة سحبت الكارت من غير أي محاولات مننا، نكلم البنك على طول. لو الفلوس اتخصمت وما خرجتش، برضه نكلمهم فوراً. وفي حالة الإيداع، لو المبلغ مسمعش في الحساب، الإيصال هو سلاحنا الوحيد اللي هنروح بيه الفرع. يعني لكل مشكلة حل، والحل دايماً بيبدأ بالتواصل مع البنك. يعني لو هنلخص الموضوع كله فهو عبارة عن دورة بسيطة جدا. بندخل الكارت، نكتب الباسورد، نختار الخدمة، وفي الآخر أهم خطوة نتأكد إننا لمينا كل حاجتنا قبل ما نمشي: الفلوس، الكارت، والإيصال. بسيطة ومباشرة. بعد ما غطينا كل الخطوات دي من الأول خالص لحد الحركات المتقدمة، وشفنا إزاي نحافظ على الأمان ونتصرف لو حصلت أي مشكلة، السؤال دلوقتي، كلنا بقينا جاهزين نستخدم ماكينة البنك الأهلي بثقة كاملة؟ أنا رأيي إننا جاهزين ومية مية كمان.
شكرا جدا ليكم.